بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، على قدر الفرحة على قدر خيبة الأمل والحزن. طبعا أكتر واحد فرح وأكتر واحد اتحقق حلمه بتعيين الكابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر العبد لله، لأن من سنين طويلة وأنا بنادي بتعيين الكابتن حسام حسن. مع أول مباراة نيوزيلندا أصبت بخيبة أمل، صرف النظر عن المكسب 1-0، ولكن الكابتن حسام كان في حيرة من أمره إنه ينسف مطبخك القديم أو حمامك القديم ويبني جيل جديد ومنتخب جديد وأسماء جديدة. وهو ده طبع كابتن حسام حسن وهو ده فكره، ولكن المدة قصيرة والجماهير منتظرة والريسك عالي، فاضطر يعتمد على الأسماء القديمة ونفس المنتخب، وخاصة لاعبي الأهلي، على أساس إن هم بيلعبوا دايما على البطولات، في تجانس بينهم، عندهم الروح والإصرار، ولكن للأسف خذلوه. مباراة نيوزيلندا مباراة وعدت، المكسب فيها هو إن احنا كسبنا 1-0، لكن تشكيل خاطئ، الخطة خاطئة، الشغل كله في الملعب خاطئ، التغييرات كلها ملهاش أي لازمة، ومباراة وعدت. وكانت مباراة كرواتيا، والكابتن حسام حسن حط كل الرهان على لاعبي الأهلي وعلى الأسماء القديمة، على أمل إن الاستاد اتملى بالجماهير. وهو ده كان الأمل، وهو ده كان الهدف، في إن نرجع تاني الجماهير المصرية تلتف حول المنتخب الوطني المصري في شخص العميد بحبه الشديد لمنتخب مصر وعشقه وأمله بأنه يدرب منتخب مصر. ولكن للأسف مؤامرة بنيت على باطل، مؤامرة بنيت بدون اتفاق، أبطلها أبو جبل الذي لا يصلح إطلاقا يكون حارس مرمى منتخب مصر. وأعتقد مسيرة أبو جبل تنتهي بعد هذه المباراة، مش إنه في أهداف المفروض إن هو كان يصدها، لا يصلح كحارس مرمى منتخب مصر. كل تحركاته خطأ، كل توجيهاته لخط الدفاع خطأ، سواء في الكرات الثابتة سواء في الضربات الركنية، واللي شفنا منها هدفين بشكل فضيحة، بمعنى فضيحة. قفشة ده يروح يلعب في دورات رمضانية، كوكا لسه صغير وخبرته قليلة جدا على انه يلعب مباراة بالحجم ده، اكرم توفيق لسه بدري قوي قوي ان يرجع لمستواه تاني، وهو اصلا في مستواه كان بيلعب باك يمين. ان انت تدفع بيه في خط الوسط صعب جدا جدا جدا. يبقى في لعيبة لازم نتفق انها تستبعد تماما من منتخب مصر، وفي لعيبة لازم ومحتاجين شغل كتير جدا جدا عشان يتحول من لاعب محلي إلى لاعب دولي. طب هل هي دي الأزمة؟ كل الكلام دون مش هي دي الأزمة.
أزمة مصر والكرة المصرية يا جماعة إن أي فريق لا يصلح إنه يلعب بخطة 4-3-3. مفيش أي تأسيس لأي لعيبة في مصر إنه يلعبوا بخطة 4-3-3. الخطة اللي بتتبنى على إن أنت تبني الهجمة من تحت، وإن أنت قدرة عالية جدا على الاستلام والتسلم، إن القدرة العالية جدا على التحرك بدون كرة، القدرة العالية جدا إن أنت تعمل مثلثات ومربعات بالكرة ومن غير الكرة لحد ما توصل بالهجمة لمرمى الخصم. ودي صعبة جدا، عايزة شغل كبير جدا جدا، عايزة ان احنا نجيب جوارديولا يقعد معانا 10 سنين يعلم جيل كامل ازاي يشتغلوا بهذه الخطة. وده اللي كرواتيا بتلعبها بكل سهولة ويسر، كل سهولة ويسر، ان انا استلم الكرة واتحرك بالكرة وابني الهجمة، وعدم الاعتماد على الكرات الطويلة والعرضية والكلام ده. فدي أول حاجة محتاجة شغل كبير جدا. وبالتالي الخطة التي تصلح للاعيبة مصر هي 4-2-3-1 بالشق الدفاعي المميت ليها، زي ما كان بيلعب كوبر وكنا بننتقده، لكن إمكانيات لاعيبة مصر اتكشفت. الأهداف اللي جت أمس خاصة في الكورنر، من الكورنر، فضيحة بمعنى الكلمة. ولا باك يمين عارف يقف صح، ولا باك شمال عارف يقف صح، ولا السرد باكين عارفين يقفوا صح، ولا حارس المرمى عارف يوجه صح. يبقى أول حاجة لازم نشتغل على إن احنا نبني جيل جديد إزاي يعرف يلعب كرة قدم التيكا تاكا. عايزين ناس بتفهم وناس دارسة وناس في أكاديميات يطلعوا نشء جديد يلعب بهذه الطريقة. الحاجة التانية، عندنا حاجة اسمها التكامل بين الخطوط والتناسق والتحرك بين الخطوط. منتخب مصر صفر في هذا الكلام. خط الدفاع في وادي، خط الوسط منعدم، خط الهجوم في جزيرة معزولة. في مواقف لو نثبت عليها ونشوفها هتلاقي وقوف اللاعبين وتحرك اللاعبين كلها غلط. فريق كرة القدم منظومة متكاملة، المفروض بتحرك للهجوم وبرجع للدفاع في منظومة. ودي عايزة تاني نجيب مدربين على أعلى مستوى وأعلى فكر، إنه يعلموا جيل جديد من أول منتخب 14 لحد ما يوصل لمنتخب 19 و21، يتعلموا إزاي أتحرك كفريق بوحدة واحدة. متابعي كبسولة رياضية، الأمل موجود، وحسام حسن مدرب كبير، لكن محتاج وقت ومحتاج شغل ومحتاج نظرية إن أنا أجيب لعيبة النادي الأهلي بالكامل على أساس إن هم في تناسق وفي تفاهم وفي بينهم. طلعت نظرية خاطئة. رامي ربيعة بعيد، لعيبة كتير جدا. مصطفى فتحي ده يلعب في مباريات استعراضية. تريزيجيه عايز شغل كتير جدا عشان يرجع لمستواه.
مصطفى محمد مش ده مصطفى محمد بتاع كأس الأمم، مش الماضية، اللي قبل الماضية، اللي كان كروش بيخليه يرجع يدافع ويشتغل ال90 دقيقة هجوم ودفاع. اللعيبة محتاجة شغل كتير 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 كتير. محتاج ان انا اجيب 22 مقاتل وارجع ايام الكابتن محمود الجوهري اللي يطلعهم جبال وينزلهم من الجبال، وياخد الفرقة دي واحتك بيها بمستويات عالية جدا جدا جدا. حسام حسن كان عنده طموح وامل كبير. انا قبل ماتش كرواتيا ولما شفت الاستاد قلت انا هكتب منتخب مصر هيضاهي منتخب المغرب ونكون مش رابع العالم، ثالث العالم في كاس مصر، في كاس العالم. لكن للأسف ولتاني مرة أصبت بخيبة أمل كبيرة جدا جدا جدا. وأعتقد أكتر واحد أصيب بخيبة أمل هو الكابتن حسام حسن، لأنه حط آماله على لعيبة واداهم من الدلع والتراخي واداهم من الحب، زي بالظبط مدير جديد بيدخل على موظفين ما يعرفهمش فبيحاول يجيبهم في صفه لعلهم ينجحوه، لكن للأسف خذلوه. ومؤامرة غير مرتبة، وبالتالي لازم أبدأ من الصفر. الشناوي حاليا ملوش بديل إلا أحمد الشناوي، اللي المفروض كان يتجاب ويتعمل له علاج نفسي وتطوير لمستواه عشان يكون هو حارس مصر. لكن أبو جبل، عواد، شوبير، المهدي، لا أعتقد، كلهم لعيبة محلية لا يرتقوا أبدا للمستوى الدولي. على قد فرق إفريقيا ممكن، لكن لو جينا للاحتكاك فرق زي كرواتيا، فرق كبيرة عشان نعمل معاها شو ونعمل معاها مباريات. لو لعبنا فرنسا، لعبنا البرازيل، لعبنا الفرق المصنفة ألمانيا، إنجلترا، للأسف هيبقى في فضايح. أمس كرواتيا كل دقيقة ممكن تجيب هدف، كل دقيقة ممكن تجيب هدف. سرعة الوصول بالهجمة، احنا بطاء جدا جدا علشان نقدر نعمل هجمة، بطاء جدا جدا عشان نستخلص الكورة. حتى في الكورة التانية بطاء جدا جدا عشان نعمل الكونتر اتاك. للأسف الكلام في الفنيات كتير، ولكن العيب مش في حسام حسن ولا في اللعيبة للأسف اللي اتربوا وطلعوا بمدربين مستواهم الخطط المعهودة، لا إما دافع لا إما هاجم بكرات طويلة. عايزين نبني جيل يعرف يعني إيه تيكا تاكا، نجيب ناس فاهمة متخصصة. والله 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 في أي أكاديمية رحتها كنت بحاول أزرع فيهم يعني إيه أقدر أحتفظ بالكورة وألعب وأسلم وأستلم وأبني وأعمل هجمة مرتبة، إن أنا يكون في استحواذ، يكون إزاي أظهر كل لاعب يتحرك بالكورة وكل لاعب يتحرك بدون كرة. لكن احنا شفنا امبارح قفشة، مفيش. مروان عطية كتر خيره على قد إمكانياته. كوكا ايه بس، احمد اسمه ايه، اكرم توفيق ايه، محمد هاني اتكشف، محمد حمدي اتكشف. حاجة يعني لعيبة عايزة سنين ضوئية
علشان نقدر نوصل للمستويات العالية. الحل في فتح باب الاحتراف، فتح باب الاحتراف هو ده الحل. رقم واحد، أطلع جيل كامل من سن 14 سنة يحتك بالدوريات الأوروبية، وأجيب جيل كامل من مدربين أجانب يعلموا الناس في مصر المختصين بكرة القدم إزاي نلعب كرة قدم. متابعي كبسولة رياضية، كل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله هيكون في انتصارات ونجاحات مع العميد بإذن الله.